السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله نحل فيه نماذج امتحانات مهمة جدا لاختبار شهر أكتوبر بنفس مواصفات ورقة الامتحان، فعايزاكم تركزوا فيها كويس قوي. كبروا الشاشة وعلوا الجودة علشان تشوفوا كويس، ويا ريت تجاوبوا معايا. ويلا بينا نبتدي على طول. أول تيست معايا بيقول choose the correct answer. number 1 space are brothers or sisters at the same age. يعني هم اخوات ولاد او اخوات بنات في نفس السن او في نفس العمر، طبعا twins توأم. number 2 students space go to school on holidays. always often usually never. طبعا never الطلبة مش بيروحوا المدارس ابدا في الاجازات. number 3 my space watch is expensive. he likes it. brothers. طبعا brothers apostrophe s، ودي طبعا اس ملكية. brothers watch is expensive يعني ساعة أخويا غالية. number 4 I like playing the in a band. أنا بحب ألعب إيه in a band؟ فرقة موسيقية، طبعا drums طبلة. number 5 let's space swimming on Tuesday. طبعا go swimming يعني يذهب للسباحة. تاني سؤال معايا بيقول لي read and correct the words. number 1 she can't find his mom. طبعا ما تنفعش his، هتبقى her عشان عندي she. number 2 does space they play basketball. طبعا ما تنفعش does ليه؟ لان عندي الفاعل هنا subject هنا they، فتبقى do، وده طبعا زمن ايه؟ present simple tense. number 3 do you playing chess with your grandfather. طبعا ما ينفعش playing ليه؟ لان عندي do بيجي بعدها الفعل في المصدر، فاقول play. number 4 I always go to the bookshop to borrow books. طبعا book shop محل الكتب، مش هستعير منه كتب، انما بنستعير الكتب من library مكتبة. number 5 when the bell rings we go home. لما الجرس بيرن بنرجع البيت. طبعا bell جرس BLL bell، انما bell بالاي يعني فاتورة. نيجي بقى لتست نمبر 2، النموذج التاني او الاختبار التاني بيقول choose the correct answer. number 1 space time do you have math on Monday. يعني امتى عندك math يوم الاثنين؟ طبعا what time بمعنى متى. number 2 what are your space names. their names are أحمد and علي. فناخد بالنا their names ده جمع، يبقى تبقى uncles في الجمع. طيب لما uncles جمع اجي اضيف لها كمان apostrophe اس الملكية، بعمل apostrophe بعد اس الجمع ومش بضيف اس تانية، فتبقى تاني واحدة uncles. بعد كده بيقول لي read and correct the words. number 1 we never get up in 10 o'clock. طبعا ما تنفعش in قبل الساعة بتيجي preposition at get up at. number 2 you should eat health food. طبعا ما تنفعش health لان health هنا يعني صحة، واحنا عايزين نقول الطعام الصحي، فعايزينها adjective صفة، فتبقى healthy food طعام صحي. number 3 نبيل's room is bigger than you. حجرة نبيل أكبر من حجرتك، تبقى yours. number 4 she don't like fish. طبعا ما تنفعش don't مع she، لأن don't بنستخدمها لو الفاعل subject كان جمع زي الآي أو الوي أو اليو أو they، أما she تيجي معاها doesn't. number 5 they come usually on time. طبعا ما تنفعش come usually، ظروف التكرار اللي هو usually sometimes often، كل ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الأساسي، فنقول they usually come. أما لو كان الفعل الأساسي verb to be اللي هو am أو is أو are، فتيجي بعد verb to be. النموذج اللي بعد كده بيقول choose the correct answer. number 1 he loves sports. هو بيحب الرياضة. he is good at. هو جيد في English ولا cooking طبخ ولا football ولا speaking تحدث؟ طبعا رياضة football. number 2 this pen belongs to علي. القلم ده بينتمي إلى علي. it's space pen. طبعا هتبقى it's his pen قلمه. number 3 we space to music every night. speak play watch listen. طبعا listen to music بنسمع موسيقى كل ليلة. number 4 Mr. سيد is in the room. teachers. طبعا حجرة المدرسين تبقى teachers اس وبعدين apostrophe، لان حجرة المدرسين teachers هتبقى جمع، فما نضيف لها اس الملكية هتبقى apostrophe بعد اس الجمع، وما نضيفش اس ملكية تاني. بعد كده بيقول لي read and correct the words. how usually do you run. قال له I never run. انا ما بجريش ابدا، يبقى هو بيسأل عن عدد المرات اللي هو جراها، يبقى how often كم عدد المرات. number 2 this is أحمد phone. it's new يعني ده تليفون أحمد. it's new يبقى أحمد's هنضيف لها apostrophe s. number 3 أميرة don't like spaghetti. طبعا ما تنفعش don't لأن أميرة مفرد، هتبقى doesn't.
Number 4 which house is your. طبعا متنفعش your which house is yours. Number 5 this is my new house. طبعا متنفعش mine this is my new house. ده منزلي الجديد. النموذج الرابع بيقول لي choose the correct answer. Number 1 بيقول لي how often space you help your mother in the kitchen. كم عدد المرات اللي بتساعد فيها مامتك في المطبخ. does did do doing. طبعا السؤال هنا هيكون present simple tense مضارع بسيط وعند subject هنا you فهتبقى do. Number 2 عمر space polite always is always is always are always. طبعا هتبقى عمر is always لأنه قلنا ظروف التكرار بتيجي بعد الفيرب to be اللي هو am أو is أو are. فنقول عمر is always polite دايما مؤدب. Number 3 what time space طارق get up does do is was. طبعا هتبقى does لأن السؤال هنا هيكون في present simple tense لأني بسأل عن habit عادة متى يستيقظ طارق وكمان طارق هنا عندي مفرد فهنقول does مش do. Number 4 we space go to bed late to get up early don't doesn't aren't isn't. طبعا هتبقى don't أو doesn't عندي we يبقى don't ده زمن present simple tense. Number 5 he space to school every day فعندي every day ده present simple tense زمن مضارع بسيط وعندي subject هنا he مفرد فبضيف للverb ايه s فأقول walks. السؤال اللي بعد كده بيقول لي read and correct the words. Number 1 school finishes on 4 o'clock. طبعا الساعة بيجي قبلها preposition ايه at. Number 2 we have lunch at half to 12. طبعا half ممكن تنطقها half ده American أو ممكن تنطقها half ده British. طيب ينفع نقول 12 إلا نص؟ طبعا لأ نقول half past 12 12 ونص. Number 3 ندى and منى goes to the park on foot. طبعا متنفعش goes هتبقى go لأن ندى and منى دول ايه جمع فمش بنضيف للفيرب أي إضافات وبيجي في حالته الأصلية في المصدر. Number 2 whose book is it. لمن هذا الكتاب فتبقى whose ملكية. Number 5 أميرة bag is made in China. طبعا أميرة bag يعني شنطة أميرة فهنضيف لها apostrophe s. وبس كده حبايبي يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا باللايك. لو حابين تتابعوني اكتر ويوصل لكم كل فيديو جديد بينزل على القناه اعملوا سبسكرايب للقناه كمان فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.